شفنا امبارح استقبال منتخب المغرب في مدينة الرباط بعد عودتهم من قطر. أنا تابعت جزء من الاستقبال الجماهيري، وما لفتني شيء قد ما لفتني المدينة اللي تم الاستقبال فيها. حكولي إنها الرباط، والسؤال: هل هي فعلا بهذا الجمال العمراني؟ شوارع عريضة نظيفة، هندسة عمرانية للمباني رهيبة جدا جدا، خضار وأشجار نخيل في الشوارع. فهل لأنه الملك موجود ولأنه في حشود وكاميرات تم تجهيز المدينة هيك، ولا فعلا هي مدينة الرباط هيك؟ جاوبونا يا مغاربة. الرباط من أجمل وأنظف المدن المغربية، لا الشوارع الكبار ولا الأزقة الصغار، دائما نظيفة وجميلة بناسها، وماشي غير في المناسبات الرسمية. هذا المشهد أكثر من رائع، كيبان فيه الرقي والوعي اللي وصلوا ليه المغاربة. هذا تصور ماشي بكاميرات الإذاعات اللي غادي يبانوا فقط كاميرات هوات، ولكن تبين واحد الواقع الحقيقي اللي تعيشوه المغاربة. Là, j'ai le maillot de l'équipe. Et ici, c'est une étoile. C'est l'étoile de la Coupe du Monde. Et pour les Marocains et pour les Franco-Marocains qui nous regardent, on voulait simplement coller l'étoile de la Coupe du Monde sur le maillot marocain. Parce qu'en vrai, ils ont largement gagné. Vous voulez voir ce que ça donne? Et c'est pas mal. C'est pas mal ce maillot avec l'étoile de la Coupe du Monde. On n'a aucun pouvoir, c'est que de la triche, mais les Lions...